السلام عليكم. النهارده جايين نختار احسن موتوسيكل من 20 ل 30 الف جنيه مستعمل. يلا بينا. من 20 ل 30 الف انت حد عايز تجيب الموتوسيكل ده تشتغل عليه او عايز تقضي بيه مشاويرك الشخصيه. هنبدا نختار فئه فئه وانهي اللي تختارها في كل فئه. احنا متحجمين شويه بالفلوس بس هنحاول قد ما نقدر نلاقي حاجه كويسه. طيب نبدا في ملك العمليه البوكسر. هنلاقي بوكسرات كتير قوي. يعني انا مش عارف ليه قلت بوكسرات كتير بس ما علينا. هنلاقي موتوسيكلات بوكسر كتير من 20 ل 30 الف جنيه حسب الحاله. طيب البوكسر ميزته ان هو موتوسيكل عملي جدا بقاله في السوق كتير، قطع غيار متوفره بالهبل، اي حد بيشتغل فيه وبيصلحه، ولو جبته وعايز تعمل له عمره وتظبطه هيقضي معاك الغرض وهيشتغل معاك زي الفل. فاحنا معانا البوكسر ده، انا شايف ان هو خيار حلو جدا في الفئه السعريه دي. تقول لي شكله وحش، هقول لك البوكسر ممكن تعمل عليه شويه تعديلات بسيطه تخلي شكله جميل جدا، ومع الخوذه ومع اللبس بتاعك المحترم هتلاقي نفسك شكلك حلو جدا على البوكسر. عندنا برضو خيار تاني هو الوينج ال 200 من 20 ل 25 الف جنيه، في الرينج ده على حسب برضو الحاله. برضه موتوسيكل اعتمادي وثابت نفسه جدا في السوق المصري، بس هو شكله يعني بحس ان هو اوحش شويه من البوكسر، يعني البوكسر احسن شويه منه. فانت لو البادجت معاك من 20 ل 25 الف انا شايف ان الوينج مستعمل هيكون كويس جدا. طيب في الاسكوترات احنا شبه ما عندناش خيارات كويسه غير المارينو سبورت والمارينو كلاسيك، ودول من 20 ل 25 الف جنيه على حسب الحاله. وانا ما بحبش الاسكوترات بصراحه في الفئه دي لان هي ضعيفه جدا. فانت لو خلاص ما بتعرفش تسوق ومزنقه معاك جدا، فانت ما عندكش غير المارينو سبورت والمارينو كلاسيك، هتلاقيهم في نفس الفئه السعريه دي، اللي هو من 20000 ل 25000 حاجه في الرينج ده. طيب هتلاقي حاجات تاني زي الفي ال ام والفي ال ار والفي ال اكس، حاجات متهانه. انا شايف ان انت ما تجيبش في الفئه دي حاجه متهانه، لان انت عايز تجيب موتوسيكل يقضي معاك الغرض، وانت اصلا ما عندكش رفاهيه ان انت تصرف بعد ما تجيب. فانت محتاج حاجه تتلم تسوقها تقضي معاك الغرض سنه ولا سنتين لحد ما ربنا يكرم وتعمل ابجريد وتجيب حاجه احسن. فانا شايف ان انت ما تجيبش موديل اعلى ويبقى حالته محتاجه شغل كتير قوي وما تعرفش تصلحه وتبقى جبته ركنته جنبك ومش هتعرف تبيعه. لا، اجيب حاجه موديل اقدم شويه بس تكون يعني حالتها نظيفه، اعرف اسوقها اعرف امشي بيها. ممكن تكون محتاجه مصاريف بسيطه جدا. طيب ايه المصاريف البسيطه اللي انا ممكن اجيب موتوسيكل بيها مثلا في الفئه دي واقول انا كده طالع كسبان؟ اول حاجه نبص على تاريخ الحوادث. في المجمل اي موتوسيكل او سكوتر عامل حادثه كبيره بيكون في مشاكل قدام في الرقبه ومشاكل في المساعدين. فلو موتوسيكل مساعدينه تمام والرقبه تمام يبقى نبدا نبص على باقي الموتوسيكل. الموتور غالبا هتلاقي في الفئه دي موتوسيكلات معديه 25000 كيلو و 30000 كيلو. طيب الموتور حالته العامة كويسة، محتاج مثلا يعمل نص عمرة فوق مقبولة شوية، تحسب تكلفتها كام وتنزلها مثلا من سعر الموتوسيكل او تتفق مع صاحبه عليها. تشوف فرد الكاوتش، هل هو محتاج فرد كاوتش مثلا، فتحسب فرد الكاوتش ده تتكلف معاك كام. طب محتاج بطارية، طب محتاج ضفيرة. تبدأ تشوف الحاجات اللي في الموتوسيكل اللي هو محتاجها ايه، تعرف من صاحبه ايه المشاكل اللي فيه عشان تحسب وتشوف طب هو انت كده كسبان ولا خسران. لان ببساطة انا لو قدامي موتوسيكلين بوكسر، واحد فيهم ماشي 20000 كيلو واحد فيهم ماشي 30000 كيلو، ده ب25000 جنيه وده ب30000 جنيه، هتقعد تحسبها تقول طب ده محتاج فرد كاوتش اللي هو ب25000 ومحتاج مش عارف فردة ايه، ومحتاج تيال فرامل ومحتاج. طب ما هو كده هيبقى واقف عليا ب30000 جنيه. طب ما انا اجيب اللي حالته نضيفة ب30000 جنيه اللي مش محتاج مني الحاجات دي، وهوفر وهيبقى ايه سايق حاجة على طول، اركب وامشي. حاجة تانية برضو تبص عليها الرخصة. الرخصة بتفرق جدا لأن الرخصة مكلفة. فلو الموتوسيكل فيه رخصة فدي حاجة حلوة جدا برضو وتفيدك في إن أنت تقلل مصاريف وتكلفة الموتوسيكل. دي كانت حلقة النهاردة وهي كانت حلقة خفيفة شوية، كنت بناول فيها فكرة ال 20 30 ألف جنيه كده ممكن نجيب فيها موتوسيكل إيه. إن شاء الله هعمل فئة تانية أعلى شوية، ونبدأ نعمل شوية فئات مختلفة بحسب إحنا معانا بادجت كام في سوق المستعمل، لأن إحنا خلاص سوق الجديد كده كده زي ما إحنا عارفين الأسعار كلها فيه بقت عالية جدا. سلام.